ازيكم؟ اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن اضطرابات النوم وتأثيرها السلبي على صحة الإنسان. النهاردة هنتكلم على طرق تساعدنا إننا ننام نوم أعمق وأحسن. لازم نخلي الغرفة اللي احنا هننام فيها ضلمة خالص، ما يبقاش فيه أي نور موجود فيها حتى لو قليل، لأن ده ممكن يؤثر على مستوى هرمون النوم اللي هو الميلاتونين. نحاول نخلي الغرفة خالية من الأجهزة الإلكترونية علشان نحافظ على نومنا وعشان نحمي جسمنا من الإلكترومagnetic ويفز اللي خارجة من الأجهزة زي الآيفون والواي فاي والراوترز بتاعة الواي فاي. نتعشى قبل ما ننام بحوالي 3 ساعات. نحاول نخلي آخر كوباية كافيين الساعة 3 العصر. حاول ما تبصش في الموبايل قبل ما تنام على الأقل بساعة. خلي درجة حرارة الغرفة باردة ما بين 19 ل 26، وده اللي بينصح بيه Nation Sleep Foundation. التأمل لمدة 10 دقايق في اليوم. التعرض للشمس لمدة من 20 ل 30 دقيقة يوميا، لأن أشعة الشمس بتعلي نسبة الميلاتونين هرمون، وده الهرمون النوم اللي بيساعدنا على إن احنا ناخد كواليتي نوم كويسة. وبكده أكون قلت لكم على وسائل تساعدكم إن انتوا تناموا نوم أعمق وأحسن. يا رب أكون ساعدتكم النهاردة بمعلومة تساعدكم إن انتوا تعيشوا حياة أفضل.